يعني أعتقد إنه هذا الكلام حتى بأحلامك ما راح تسمعه، ليش؟ لأنه وجود المشاكل والفساد مرتبط ببقائهم بالسلطة، وعدم وجود المشاكل معناها انتهت الحاجة إليهم، وإلا إذا كان الشعب مرتاح والدولة مستقرة وأكو مستقبل وإلى آخره وماكو صراعات، إذا معناها إنه ذولا لازم تنتهي فسادهم، لازم ينتهي وجودهم أساسا ويذوبون بالدولة، فهذا الكلام ما يصرف لهم ولا يفيدهم ولا يريدوه ولا يتمنوه. فأنت ما دام ذولا يحكموك فمحكوم عليك أن تسمع خطاب العداوات، خطاب الطائفي، خطاب المعايرة، خطاب لا يجونا لا يطبونا، الكيان رقم 11، أمريكا، حزب البعث. وحتى لو ماكو عدو، هو يصنع لك عدو وهمي على مود يبقى بالسلطة، وبقائه بالسلطة مرتبط بتجارته، بفساده، بسرقاته. والسلاح، هذا السلاح هو الحماية هاي الاقتصاديات وهذا الفساد وهاي السرقات، مو لحمايتك انت اللي ما يدري بيك الله وين خالقك، وقاعد لي صاير لي محامي دفاع مجاني عنهم، وهم قاعدين بقصورهم وبتاهواتهم وفاشينيستاتهم، وانت قاعد راتبك 300 الف وقاعد صاير لي محامي دفاع وتنشر عنهم وعن خطابهم، ومصدق انه فعلا هم ذولا حاميك، بينما نعرف كل الزين انه هم نفسهم ما حاميها، واقل طقه تلقاهم اول الشادين واول الفالتين واول الخاتلين، وشفناهم هاي الحرب الاخيره وغيرها. فاذا تلاحظوهم من تصير المشاكل تشوف ذولا يفرفشون وينتعشون، تكثر طلعاتهم بالفضائيات، تكثر خطاباتهم، تكثر تصاريحهم والى اخره، تحس انه يريد يقول لك ها ترى اكو مشاكل، احنا ما موجودين هيك كلاوات، احنا موجودين على مود حمايتك، واحنا نعرف كل الزين انه هم نفسهم ما حاميها.